ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بنصور مع ابو زيزو في الفرع الجديد اسطوره كبده حلوان كلها. طبعا هما مش هنتكلم عن الكبده والسجق لان دول بوم طخ عنده مفيش كلام. هنتكلم بقى على الحاجات الاضافات الجديده زي الحواوشي اللي ضافوه طبعا، والهمبرجر بالبيض طبعا ده موجود عنده اساسي. وفي سكالانس، طبعا سكالانس سندوتش السكالانس ده حكايه، زيزو مروق عليه ومفخم فيه الاداء وب10 جنيه، يعني سعره ممتاز وانضف الخامات بيستخدمها. نخش نشوف مع زيزو احلى حاجات. ما تنساش سبسكرايب الجميل واللايك الجميل. سلام. مساء الخير على حضراتكم. انا النهارده بصور مع ابو زيزو 2 الفرع الجديد، ومبارك لزيزو على المحل الجديد. ازيك يا زيزو، عامل ايه؟ الله يبارك لك يا باشا، الحمد لله بخير. الحمد لله. انا موجود طبعا على المحل الجديد والفرع الجديد، عقبال ان شاء الله يبقى عندكم سلسله كبيره من المحلات باذن الله. يا رب يا رب يا باشا. انا عاوزك تعرفنا الناس على الحاجات الجديده اللي انت قلت احنا ضفناها في الفرع الجديد. وطبعا انا عارف انت جيت هنا بسبب الضغط عليكم هناك، والناس طالبه ان انت تيجوا في حاجه قريبه يعني. حقيقه حبيت اطور الفكره بس من العزبه القبليه، اللي انا اطلع بره برضو في مكان يبقى اقيم للناس اللي بتيجي لنا ضيوفنا في المكان هناك. وحبينا برضو نعمل شويه حاجات غير اللي في العزبه خالص، بنظام جديد برضو وبسيستم وبنظام كاشير، يعني بنظام اعلى من الكواليتي اللي كانت في العزبه برضو. حضرتك زي ما حضرتك شايف برضو انا شغال كبده مستورده، بس انضف انواع الكبد، فرز اول IBB امريكي، ومعايا سجق اسكندراني هنا عجينه مفروم حضرتك. تمام. بعمل برجر وبعمل برجر بيت وبعمل رغيف حوشي جميل جدا. خد بال حضرتك برضو ضفنا حاجات في الحلو، مثلا عندنا قسم الحلو زي السكالانس برضو، هوريه لحضراتكم شويه كده مع الشيف اللي جوه، هو اللي ماسك المطبخ وماسك لي السكالانس وهو اللي ماسك التجهيزات بتاعتي يعني. زي ما حضرتك شايف كده شغلانتي بسيطه جدا، بشتغل عيش بلدي، في عندي عيش كايزر والفينو بعمل فيه سكالانس زي ما حضرتك شايف كده يا استاذ. وانا عارف انت ضفت حواوشي كمان. ضفت حواوشي ووسعت هنا مقاس ضغط الكبده علشان يبقى بتسويه اعلى من تسويه المحل الاولاني. يعني جيت هنا حضرتك وعملت طاسه اكبر بحيث ان التسويات بتاعتي تبقى اعلى في الطعم، وان الكبدايه ازاي تبقى طريه وطعمها حلو وجميل تحت مع الزبون حضرتك. وده السجق حضرتك الاسكندراني، وعندي الطحينه السمسم، بجيب طحينه سمسم الكيلو بتاعها برضو يعني سعره عالي جدا، بس ما ببخلش على حاجه بشغلي لان الزبون بياكل وبيدعي لي على اللقمه النظيفه اللي بنعملها للزبون حضرتك. طبعا السمعه بتاعتكم في المحل هناك يعني الحمد لله ما شاء الله يعني. ونتمنى نكون عند حسن ظن الجميع يا رب، وان شاء الله يبقى فرع ثالث يا رب ورابع وخامس ان شاء الله باذن الله تعالى يعني. ونسيت انت تقول بقى البرجر بتاعكم، البرجر برضك انتوا مشهورين بيه. البرجر حضرتك انا شغال برجر ميتكو، برجرايه نظيفه جدا. واخد بال حضرتك يا استاذ محمود، يعني يمكن اعلى من اللي هناك، يمكن اعلى من البرجرايه اللي هناك كمان. دي برجرايه تبع شركه ميتكو، بعمله برجر ساده وبرجر بيض، وبعمله برجر ميكس ساعات. في حواوشي عندي وحواوشي ميكس برضو، حواوشي عادي وحواوشي مخصوص. ده بالنسبه لكيس البرجر. في كيس بيبدا من 50 جنيه و60 جنيه و100 جنيه و170 جنيه، بجيب الكيس ده ب 170 جنيه حضرتك، كيس الميتكو ده، علشان انزل للزبون حاجه نظيفه يبقى في منتهى الخدمه برضو للزبون حضرتك والجست اللي جاي ياكل من عندي في المطعم. لا الصراحه حاجات نظيفه صراحه. انتوا يعني السمعه هناك بس ما شاء الله. وشايف احنا لسه في اول اليوم اهو، في اول يوم افتتاح. ربنا يبارك لك في المكان ان شاء الله. معايا حضرتك زياره الحاج لسه منورنا ولسه اول زائر للمكان حضرتك. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ يهديني باللوجو اهو حضرتك يا فندم. سلم تعالى حاج، سلم. الله يبارك لك. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ اخبارك؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ منور الدنيا كلها. ربنا يبارك لكم ان شاء الله، عقبال سلسله كبيره من المحلات ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. الله يخليك. وبرده تعالى هبتدي انا حضرتك لجسم السكالانس هنا. مش عايزين نبص، شايفين البيض اهو، ودي الهمبرجر اللي كنا بنتكلم عنه. وهنوريكم برده كمان شويه الحواوشي. عايزين بقى تشرح لنا الحواوشي والاضافات اللي انت ضفتها يا زيزو في المحل الثاني. ده حضرتك حواوشي مخصوص حضرتك، بنزل اعمل العجينه بتاعته. دي عجينه بقري حضرتك، بل حضرتك بنضيف عليها البهارات والتوابل الخاصه بمطعم مأكولات ابو زيزو. باجي هنا عشان يكون رغيف حواوشي سبيشال، بضيف له برده شريحه طماطم، شريحه فلفل رومي. وده بالنسبه للبرجر بيت زي ما شرحنا في الفيديو السابق لحضراتكم. وده بالنسبه للبدايه برضو بسوي شغلي كله طازه بطازه. ممكن اعمل 10 برجرات و10 حواوشي، بس بخلي الشغل كله يبقى فريش عامه علشان برضو يبقى المذاق مع الزبون تبقى حاجه عاليه جدا، والكواليتي بتاعها يبقى عالي ومخدوم 100%. خد بال حضرتك يا فندم. ده بالنسبه للبرجر بيت. باجي هنا برضو اعبي البرجرايه بيت بتاعتي
بضيف مثلا على حسب برضو اختيار الزبون اللي معايا، لو عايز مثلا شريحه طماطم بضيفها له زي كده، بضيف عليه مثلا الطحينه، خد بال حضرتك. وده بالنسبه لرغيف الحواوشي يا فندم. ماشي، عايزين تورينا برضك السفلانس اللي عندكم. تيجي برضو معايا حضرتك نتجه للسفلانس يا فندم. ده بعمل ضايف في قسم السفلانس الحلو. بعمل رغيف سفلانس عباره عن مربى وتراب فراوله، وبضيف عليها برضو نوري لحضراتكم طريقه العمل بتاعت رغيف السفلانس. ده حضرتك السفلانس بتاعي بعمله كده عباره عن معلقه مربى فراوله، بضيف عليه مثلا حضرتك قشطه، بضيف معلقه قشطه مثلا كده يا فندم. حضرتك بقوم ضايف برضو هنا حلاوه طحينيه يا فندم. برضو بعمل كله طازه بطازه يا فندم، يعني بخلي شغلي كله يبقى فريش تحت ايدي حضرتك، بحيث ان الجست يجي يطلب مني الحاجه اعملها له فريش قدام عينيه، ما بخليش الحاجه متعبيه جاهزه، بحيث ان الزبون ما يقوليش ان انا معبي الشغل جاهز وببيعه يبقى بارد او يبقى مثلا مش سخن قوي معاه، فبعبي الشغل بتاعي فريش كله حضرتك. ده بالنسبه للسكالانس. وباجي بقوم ضايف عليه شوكه عسل ابيض. ده بالنسبه للسندوتش بتاع السكالانس حضرتك. ده قسم الحلو يا فندم. سندوتش السكالانس بتاعنا وحاجه جميله وسعر رمزي جدا، ببيعه ب 10 جنيه يا فندم. وبيع الاسعار برضو استاذي اسعار رمزيه جدا حضرتك. هنزل المنيو على الصفحه برضو للجست بتاعنا وللعملاء بتوعنا يشوفوا المنيو والاسعار. حاجه هتعجب الجميع جدا وهتناسب الكل ان شاء الله، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم دايما ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا بفرع واثنين وثلاثه ودايما نبقى عند حسن ظن الجميع كده يا رب. ان شاء الله يا زيزو، من نجاح لنجاح باذن الله. شرفتوني يا استاذ محمود. الله يخليك، من نجاح لنجاح باذن الله، وربنا يبارك لك. انتوا حاجتكم نظيفه الصراحه والطعم جميل، يعني دي حقيقه يعني شهاده الناس ليكوا صراحه. لا دي نعمه من عند الله، حب الناس لينا والحمد لله. الطهي بتاعنا بيطلع فيه النفس وفيه الروح، دي حاجه من عند ربنا. انما مطاعم كتير بتعمل اكل وشرب يعني ما بلاقيش نفس زي برضو المطاعم الحلوه والاكلات الشعبيه، الحاجات الحلوه السريعه والمأكولات السريعه والسندوتشات التيكاوي. الحاجات دي ربنا بيبقى بارك فيها وفي نفسها وفي اصحاب الاماكن بتاعتها، وربنا يرزق كل الناس يا رب، وربنا يرزق الجميع يا رب ان شاء الله. ان شاء الله، ودايما كده تدخلوا اضافات جديده. يعني انت دلوقتي في المحل الثاني الفرع الجديد انت ضفت اضافات جديده، الحواوشي وبرضك السكالانس، يعني ياكل عندك يجي يحلي برضك، يبقى كل الزبون كل واحد ماشي مرضي واكل حادق وحلو. فان شاء الله دايما في اضافات جديده ونجاح جديد ان شاء الله يا زيزو. انا عاوزك بس تشرح للناس العنوان الجديد فين بالظبط. العنوان الجديد حضرتك في شارع رايل بجوار مركز النصر الرياضي، تقاطع محمود خاطر، قبل اسم حلوان على طول مباشره. شارع رايل الرئيسي، مأكولات ابو زيزو 2. جميع الناس والجميع الجست حضرتك ينورنا ويشرفنا، بنتشرف بالصغير قبل الكبير يا فندم. كل الناس بييجوا يشرفونا وينورونا وبنشيلهم على دماغنا بامانه الله يعني. ان شاء الله يا زيزو. طب انت بقى فاتح من الساعه كام يا زيزو؟ انا فاتح حضرتك مواعيد العمل من الساعه 12 الظهر لغايه الساعه 4 الفجر حضرتك، لغايه تاني يوم 4 صباحا. في ايام اجازه انت بتاخدها؟ لا حضرتك شغال دايركت طول السنه. اول 10 ايام بس من شهر رمضان الكريم هم اللي بيكون اجازه سنويه للمكان، برضو للعماله ولكل المكان بيكون اجازه سنويه نرتاح فيها، وبنزل حضرتك اكمل تاني لغايه رمضان السنه اللي بعديها. وكل سنه وحضرتك طيب، ودايما تعود عليك الايام بخير وسعاده يا رب. ان شاء الله يا زيزو، من نجاح لنجاح، وربنا يوفقكم يا رب. عقبال نيجي نزورك ان شاء الله في الفرع ال20 باذن الله. الله يبارك لك يا رب، يسمع من بقك. الله يخليك، نورتني وشرفتني يا استاذ محمود. شكرا يا زيزو. تحت امرك يا فندم، اتفضل. مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه رايكم في الاكل عند ابو زيزو؟ جامد جدا. تمام الله جامد. انتوا بتاكلوا من الفرع الاولاني اصلا ولا ده اول مره تاكلوا هنا؟ الفرع الاولاني العزبه الاسم. تاكلوا الفرع الاولاني. ايه رايكم في الاكل يعني؟ فرق الفرع ده عن التاني ولا زي ما هما؟ لا هو نفس الجوده يعني؟ الف هنا عليكم. شرف حضرتك. محمد حمدي بس. اهلا بيك. حضرتك اول مره تاكل عند ابو زيزو؟ ان شاء الله. ايه رايك في الاكل بتاعه؟ لا المعنى والطعم حلو.
انت بتاكل مع اكلت من عنده ايه؟ جربت من عنده ايه؟ كبده والسجق ولسه هنجرب البرجر. بس ايه رايك في الكبده والسجق؟ الله ينور، تسلم. الف انا على حاجه. حبيبي. تسلم لك، شكرا.